السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله أولاد النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الخامس على الوحدة ال11 من كتاب المدرسة في مادة اللغة الإنجليزية ترم تاني منهج جديد، صفحة 64 و65. فيا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. درس معانا الخامس بعنوان يا أولاد Around the World in 80 days، يعني حول العالم في 8 أيام. فأول واحدة هنا بيقول لي Would you like to travel؟ هل تود السفر؟ طبعا all around the world حول العالم، طبعا كلنا بنتمنى إن احنا نسافر حول العالم، فأنا ممكن أجاوب وأقول Yes I want that. خلاص؟ بيقول لي بعد كده What do you think would be the good؟ يعني بيقول لك ما رأيك إيه الحاجات اللي ممكن تكون جيدة or bad things أو الأشياء السيئة about making a long journey، إنك تعمل رحلة طويلة. طيب أنا أعتقد إن الحاجات الجيدة يا أولاد اللي إحنا ممكن نعملها لما تكون الرحلة كويسة إن إحنا ممكن تفهم نلف حاجات كتير أو نروح أماكن كتير، والحاجات السيئة طبعا إن الموضوع هيكون مرهق. يبقى أنا هقول إن أنا I think، تعالوا بس نكتب من أول هنا علشان المساحة تكفي. هقول إن أنا I think the good thing، الأشياء الجيدة are، إن أنا طبعًا are travel، إن أنا باسافر طبعًا many places، إن أنا هاسافر لأماكن كتير. طيب bad things طبعًا إن نقول مثلًا and the bad things، الموضوع طبعًا اللي هو هيكون سيء طبعًا إن الموضوع هيكون مرهق، طبعًا أقول إن that it will be a long journey، إنها هتكون رحلة طويلة وهتكون طبعًا مرهقة. طيب ننزل تحت بقى يا أولاد للسؤال المهم بتاعنا، بيقول لي look at the picture from the novel، يعني بيقول لك بص على الصورة اللي معاك دي من الرواية اللي بتتكلم عن around the world in 80 days، عن حول العالم في 8 أيام. You can see the two main characters، ممكن تشوف فيها شخصيتين رئيسيين اللي هو فيليس فوج shaking hand بيسلم على and Pespertut his assistant والمساعد بتاعه behind him طبعا خلفه. طيب هنا بيقول لي in what country do you think the journey in the novel happens؟ في أي دولة الرواية ده حصلت؟ و how did people travel at that time؟ كيف كان يسافر الناس في ذلك الوقت؟ والأسئلة دي كلها هنعرفها كلها بعد أما نقرأ طبعا الرواية، طبعا chapter 9 هنقرأها كلها مع بعض، وبعد كده يا أولاد هنبتدي إن إحنا نحل ونشوف القطعة دي بتتكلم عن إيه. بيقول لي هنا يا أولاد the next day أودا سو، طبعا خلاص أودا ده اللي هو شخصية، بيقول لك شاف الكولونيل ستامب بروكتور، شخص اسمه ستامب بروكتور اون ذا ترين على القطار. بيقول لك she was afraid، هي كانت خايفة that he might be angry، انها ممكن تكون متضايقة with Phyllis Fogg، من فيليس فوج. if they met because at the flight، لان هي قابلتها طبعا في رحلة الطيران that two men had in San Francisco، قابلتهم طبعا في مدينة سان فرانسيسكو في امريكا. she told Fix، هي اخبرت فيكس and Pescatore طبعا اللي هو المساعد بتاعه they knew they must stop فوج، ان هم لازم يوقفوا فوج and Colonel Proctor from meeting، من الاجتماع اللي كانوا بيعملوه. فيكس asked فيليس فوج، فيكس سأل طبعا فيليس فوج to play a game of chess، ان هم يلعبوا طبعا لعبة شطرنج مع بعض. he agreed، هو وافق and soon، وبعد ذلك فوج and فيكس were playing chess all day، قعدوا يلعبوا طول اليوم. suddenly فجأة the train stopped، القطر وقف. they were no station، ما كانش في محطات نيربي قريبة and at first no one knew why، وكلهم فجأة ما كانوش عارفين ايه السبب اللي خلى القطر وقف. فحد قال لهم طبعا it's a bridge، it's a bridge ده كوبري at Medicine Pool، على مدينة اسمها Medicine Pool. بيقول لي a mile up the railway line، طبعا على خط السكة الحديد. بيقول لك the train driver اللي هو قائد او سائق الاتوبيس said، قال لهم it's not strong enough to take this train، يعني مش من الآمن ان احنا نعدي بالقطر ده. he said the passengers، هو قال للركاب could walk to Medicine Pool، ان هم ينزلوا يتمشوا. This was a 6 hour walk، دي 6 ساعات مشي. The passengers were not happy، المسافرين ما كانوش مبسوطين. At last، في النهاية the train driver، سائق الأتوبيس decided، قرر to try to cross the bridge، إن هو يعدي الكوبري. If I drive the train as fast as possible، لو أنا قدت القطار بأسرع سرعة ممكنة perhaps، ربما we will cross the bridge safely، هنعدي الكوبري بأمان.
he said هو قال كده. The passengers الركاب were very excited كانوا متحمسين جدا and they agreed وهم وافقوا to his plan على الخطة بتاعته. Passenger Toot was worried اللي هو المساعد كان قلقان. He said that the passengers هو قال له إن الركاب should get off the train لازم يسيبوا القطر before it tried قبل ما يحاولوا to cross the bridge إن هم يعدوا الكوبري. But no one listened to the Frenchman لكن ما حدش سمع للراجل الفرنسي. The train went very fast over the bridge بتاع القطر عدى بسرعة كبيرة على الكوبري. When they crossed it safely بعد ما عدوا بأمان. All the passengers كل الركاب cheered طبعا قعدوا يسقفوا وكانوا مبسوطين. When they looked back لما بصوا وراهم they saw the bridge falling into the river behind them شافوا الكوبري بيقع في النهر طبعا بعد القطر ما عدى. طيب تعالوا بقى نرجع بقى يا اولاد للاسئله ونجاوب عليها. بدايه من السؤال رقم 2 هنجاوب على السؤال رقم 2 وبعد كده هنجاوب على السؤال رقم 3. في البدايه يا اولاد هنا بيقول لي طبعا in what country او century في القرن الكام do you think the journey in the novel happened في اي قرن حصلت الرحله دي او الرحله دي حصلت في القرن الكام. طبعا قال لك ان القرن في القرن ال 19 او القرن اللي هو ال 18. يبقى هنكتب هنا يا اولاد هنكتب الاجابتين خلاص. يبقى هنقول the 19th century في القرن ال 19. ممكن نكتب ال 18 بس ممكن نكتفي بالإجابة دي وخلاص. طيب رقم 2 how did people travel at that time كيف سافر الناس في ذلك الوقت. طبعا الناس كانت بتسافر يا إما بالقطار يا إما بالسفينة. يبقى هنقول by ship يعني عن طريق السفينة طبعا or أو by train أو بالقطار. طيب 3 what different types of transportation do you think يعني بقول لك ما هو الأنواع المختلفة لوسائل المواصلات you think were most common then اللي كانت شائعة في الوقت ده. طبعا اللي كان شائع طبعا الهورسز اللي هي الحصانة وطبعا الهورس اند كار طبعا اللي هو الحصان بالعربة أو الحصان بالعربية. يبقى هنقول هنا horses and horse and car. يبقى الحصان لوحده او الحصان طبعا اللي بيتركب بالعربيه. كل القرن ده كله كان ماشي بالوضع ده. طيب ننزل تحت بقى يا اولاد بيقول read and listen to excerpt from around the world in 80 days what was the problem what was the solution. بقول لك استمع للنص ده وقول ما هي المشكله وما هو الحل. طيب بعد ما استمعنا للنص يا اولاد هننزل بقى ونشوف الاجابات ايه. هنبتدي مع بعض هنذكر the problem المشكله وبعد كده هذكر لكم الحل. طبعا الحاجات دي هتنقلوها في الكراسه بتاعتكم. يبقى اقول هنا the problem المشكله الاول. نعمل نقطتين كده. هقول طبعا ان المشكله طبعا في القصه ان the bridge اللي هو الكوبري خلاص ماله يا اولاد. طبعا at medicine pool في مدينه medicine يبقى at design pool ماله طبعا is not safe يعني ما كانش ايه يا اولاد او ما كانش قوي كفايه. يبقى is not strong enough لم يكن قويا كفايه طبعا ان هو يعدي القطار. يبقى طبعا to take the train ان هو ياخد القطر طبعا او يعدي القطار. طيب السولوشن بقى او الحل هنكتبه هنا برضو هنقول the solution. هنحط برضو نقطتين فوق بعض عشان نحدد الإجابة. هنقول طبعا to make the train عشان يخلي القطر أخف عشان يقدر يعدي من على الكوبري. يبقى to make the train lighter يعني أخفف الوزن or drive أو إن هو يقود or drive. نكمل تحت هنا يا أولاد or drive طبعا as fast as possible هو يقود بأسرع قدرة ممكنة بالنسبة له عشان يعرف يعدي. طيب ننزل بقى تحت يا أولاد ونشوف الأسئلة الباقية. هنا في رقم 4 بيقول لي match وصل the word الكلمات بالديفينيشن التعريفات. هنقرأ مع بعض. أول كلمة suddenly فجأة railway line خط السكة الحديد passenger اللي هو الراكب cross a bridge يعدي الكوبري وتو cheer طبعا إن هو يرفع إيده ويقول مرحى أو يكون مبسوط طبعا يعني من الكلام. طيب اول واحده suddenly هنوصلها بايه يا اولاد. طبعا هنوصلها برقم سي اللي هو بيقول لي فيها
something that happened quickly or isn't accept، يعني حاجة حصلت أنت ما كنتش متوقعها أو حصلت بسرعة، يبقى suddenly هنوصلها برقم سي. تاني واحدة railway line اللي هو خط السكة الحديد، هنوصله بإيه يا أولاد؟ هنوصيه بإيه؟ اللي هو دي اللي هو إيه؟ طبعًا خلاص to metal lines that a train travels on، يعني حتتين حديد بيعدي القطر عليهم، خلاص؟ 3 الباسنجر الراكب طبعًا هو الperson اللي هو الشخص who is traveling on bus اللي بيمشي على بالأتوبيس أو القطر or ship أو السفينة or plane أو القطار، يبقى passenger هنوصلها ب. طب 4 cross a bridge يعبر الكوبري، طبعًا معناها إنك تعدي من جانب إلى جانب، هنوصلها طبعًا برقم D اللي هي to travel from one side to another. آخر حاجة to cheer، طبعًا إنك تصرخ بصوت عالي وأنت فرحان، طبعًا معناها to shout with happiness إنك تصرخ بصوت عالي من السعادة أو الفرح، فهنوصلها بأول واحدة. طيب نيجي بقى لأسئلة الanswer. أول واحدة بيقول لي هنا what activity، يعني ما النشاط does Fix ask Phyllis Fogg، اللي هو فيكس طلب من فوج to stop him meeting Colonel Proctor، اللي هو وقفوا عن الاجتماع مع الجنرال بروكتور، طبعا ان هم يلعبوا يا اولاد، يلعبوا لعبه التشيز، خلاص اللي هي الشطرنج. يبقى نقول طبعا هنبتدي بقى يا اولاد، هنقول طبعا Fix asks طبعا فوج to play a game، هم يلعبوا لعبة of chess، طبعا اللي هي لعبة الشطرنج، خلاص. طيب رقم 2 why does the train suddenly stop، ليه القطر وقف فجأة يا أولاد؟ طبعا لأن المكان أو الخط السكة الحديد ما كانش قوي كفاية، يبقى هنقول طبعا because، نكتب بقى من أولنا لأن المكان كبير، يبقى نقول because the bridge لأن الكوبري، because the bridge طبعا يا أولاد at في مدينة طبعا دايسن بو، ماله؟ طبعا isn't ما كانش strong يعني قوي enough كفاية. enough لأولاد طبعا to take the train إن هو يعدي القطار، يبقى to take the train. طيب 3 what did the passenger not want to do، الركاب ما كانوش عاوزين يعملوا ايه يا اولاد؟ طبعا ما كانوش عايزين يتمشوا لان المسافه كانت طويله، يبقى هنقول they didn't want طبعا to walk، كانوش عاوزين يتمشوا، طبعا يا اولاد طبعا to الى ميديساين لمدينه ديساين بو. طيب 4 what does the train driver decide to do، يعني ماذا قرر سائق القطار to do إن هو يعمله cross the bridge safely عشان يعدي الكوبري بأمان، طبعا قرر إن هو يعدي بسرعة كبيرة جدا، يبقى هنقول إن هو he decides خلاص إن هو قرر to طبعا drive يقود القطار the train طبعا over the bridge إن هو يعدي من فوق الكوبري as fast حرف T as fast as possible إن هو يعدي طبعا بقدر الإمكان. طيب number 5 يقول what happened to the bridge after they crossed، ماذا حدث للكوبري بعد ما هم عدوا؟ طبعا الكوبري وقع في النهر، يبقى هنقول the bridge، نقول طبعا إن the bridge اللي هو الكوبري طبعا fell into the river، يعني وقع أو سقط في النهر. طيب ننزل بقى على رقم 6 بيقول لي هنا summarize the story follow the steps، بيقول لك لخص القصة تابع الخطوات. بيقول لي read the excerpt again، اقرأ طبعا المقتطفات مرة أخرى and make notes واعمل ملاحظاتك on the most important events طبعا للأحداث الرئيسية. طيب وتاني واحدة use your notes to write a shorter version to excerpt in your own words، بيقول لك استخدم ملاحظاتك ده يا أولاد عشان تكتب shorter version يعني نسخة أقصر
تمام. ونكسر طبعا للمقتطفات in your own words. طيب السؤال ده يا اولاد انا هعلم لكم عليه في القطعه، هعلم لكم على الاحداث الرئيسيه اللي انتوا تقدروا تلخصوا بيها القصه، وبعد ما تعلموا كده في الكتاب هتبتدوا ان انتوا تكتبوها طبعا كلها في الكراسه بتاعتكم طبعا كشورت ستوري، كانها قصه صغيره، وطبعا ده التلخيص بتاعها. طيب نرجع بقى للقصه ونشوف. اول حاجه يا اولاد طبعا هنا هنقول في البدايه، هنقول the next day طبعا في اليوم التالي اودا سو كولونيل ستامب طبعا بروكتور اون ذا ترين، اللي هم اتقابلوا على القطار، ده اول حاجه. خلاص. طيب تاني حاجه يا اولاد هنقول في البدايه ان the train stopped there were no station ديتي فجأة the train stopped القطار توقف there were no station ما كانش فيه محطات نيربي قريبة and at first no one knew why وما كانش حد عارف السبب. يبقى دي بداية القصة، دي رقم واحد ودي رقم اتنين. طيب نشوف بعد كده ايه اللي حصل. هنقول طبعا ان railway line that driver says not بس حلوه الحته دي. هنكتب من اول هنا، هنقول ان the train driver cycle اتوبيس said قال لهم it's not strong enough to take this train، يعني مش من الامن ان احنا نعدي من القطار ده او نعدي بالقطار ده. لكن اللي حصل يا اولاد طبعا يبقى دي رقم 3 خلاص في السلسله اللي احنا هنكتبها. هنقول طبعا ان هو قال للركاب طبعا ان هم يتمشوا، لكن الركاب ما كانوش طبعا مبسوطين. طيب نعدي الحته دي. هنقول طبعا at last the train driver في النهايه قائد الاتوبيس decided to try to cross the bridge قرر ان هو يعدي من على الكوبري. خلاص. طيب اسرع سرعه ممكنه it I drive the train as fast as possible perhaps ربما we will cross the bridge safely he said. طبعا ده الكلام اللي هو قاله، يبقى دي رقم 4 من القصه. طيب ننزل تحت. هنقول بعد كده يا اولاد the train went very دي اخر حاجه بتحدث في القصه بقى. the train went very fast over the bridge القطر عدى بسرعه كبيره من على الكوبري. when they crossed it safely لما هم عدوا بامان all the passengers shared كل الركاب كانوا مبسوطين وكانوا سعداء. يبقى دي البدايه ودي طبعا نهايه القصه، يبقى دي اخر جزء من القصه. خلاص. ده يعتبر تلخيص سهل وبسيط جدا. هم اتقابلوا على القطار اللي هم الشخصيات الرئيسيه اللي هو مين؟ اودا والكولونيل ستامب ده. تمام. فجأة القطر توقف. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ القائد سائق الاتوبيس قال لهم ان المكان مش قوي كفايه ان هو يعدي القطار. بعد كده قال لهم طبعا ان هو قرر ان هو يعدي القطار باسرع سرعه ممكنه علشان يعدي بامان. وفي النهايه هو عدى باسرع سرعه ممكنه، وفي الاخر الركاب كانوا مبسوطين، ودي كده نهايه القصه. ننزل بقى تحت على البوك كلاب، على اسئله البوك. هنا بيقول لي طبعا discuss the question on pairs. اول واحده بيقول لي do you ever try هل انت قررت او جربت to stop your friends توقف اصحابك from doing things you think they shouldn't do في حاجه هم ما كانوش لكن لا يجب عليهم ان هم يعملوها. طيب بيقول لي هنا طيب ممكن نختار اي حدث، مثلا اقول مثلا I stop my friend انا وقفت صديقي طبعا طبعا من حدث معين. هقول طبعا ان هو، او بلاش نكتب دي الاول يا اولاد، هنكتب طبعا الحاجه اللي هو بيعملها وبعد كده اقول ان انا وقفته عن الكلام ده. هقول مثلا ان my friend مثلا hit the animals صديقي مثلا كان مثلا بيضرب الحيوانات او بيأذي. هقول and I stopped وانا stopped him انا وقفته طبعا عن الفعل ده. طيب هنا بيقول لي imagine you were on the train with Phyllis Fogg، يعني بقول لك تخيل ان انت على القطر مع الشخصيه اللي اسمها فيليس دي and Percival Turt وطبعا المساعد بتاعه. how would you feel كيف تشعر؟ هقول مثلا ان انا I feel ان انا هشعر طبعا scary بالخوف لان القطر ممكن يقع. طيب would you like to take a risk هل انت عاوز تجرب like the train driver تكون سائق القطار and cross the bridge quickly to get to the other side وتعدي بكوبري من على الكوبري للناحيه الثانيه؟ طبعا في ناس ممكن تقول yes وفي ناس تقول ممكن تقول no، فانا ممكن اقول مثلا yes I would that انا شجاع ممكن ان انا اجرب ده. yes I would that اود ذلك. طيب هنا بيقول لي choose the character اختار بقى شخصيه you would prefer انت بتفضلها to travel with سافر مع فيليس فوج بيسبر توت ولا فيكس explain why طبعا وفسر الكلام بتاعك. ممكن اقول مثلا ان انا هختار I choose ان انا هختار مثلا ممكن ناخد اول واحده مثلا اللي هو فيليس فوج. بيقول لي ليه؟ اقول له مثلا I think انا اعتقد I think he is ان هو طبعا شخص funny ان هو شخص مرح.
and adventures. يعني شخص مارح وشخص بيحب المغامرات. كده طبعا اولادي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد بالشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.